السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الحلا ده يا بنات هيكون جاهز في 5 دقايق، لكن للأسف الصينية دي كلها هتتاكل في دقيقة الا ربع. حرفيا كده الصينية دي بعد التصوير ما قعدتش يكمل دقيقة. حلا مكون من 3 طبقات، كل طبقة احلى من التانية، وحين تجتمع ال3 طبقات فوق بعضهما البعض فالطعم يكون خطير خطير خطير، 5 خطير يا بنات. لو اول مرة بتعملي حلويات او اول مرة اصلا تدخلي المطبخ فانت هتكوني شيف في نفسك. ودايما افتكر شعارنا اللي بيقول اتقلي هتاكلي حاجة نظيفة. اما بقى لو اول مرة بتشوفوني فانا رنا، ودي قناتي منوعات رنا رضا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناة، وطبعا نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويلا حالا نبدأ. في بايركس، في صينية، في أكواب، في طواجن، أي حاجة موجودة عندك يا ست الكل. هنجيب بسكوت سادة من عند عم حسن البقال، وهنجيب شوية حليب يكونوا كده بدرجة حرارة الغرفة. هنبدأ إن احنا ننزل بالبسكوت في الحليب ونرصه في الصينية كده. طبعا مش هنعمل طبقة واحدة من البسكوت، لا احنا عايزين طبقة تكون محترمة، فهنعمل طبقتين من البسكوت. ولو حابة تفتكسي او حابه كده الطبقه تكون سميكه شويه ينفع جدا كمان نعمل 3 طبقات، بس انا من رايي كده طبقتين كانوا مناسبين جدا. طبعا الصينيه عشان ارص 3 قوالب كده من البسكوت جنب بعض ما كانتش هتيجي، فايه رصيت 2، والسطر التالت ده قسمت نص البسكوته. فظبطي انت بقى، انت وذوقك، انت كلك نظر. نركن بقى الصينيه اللي فيها البسكوت على جنب ونروح للخطوه اللي بعد كده. جبت 2 ظرف جيلي فراوله، عليهم معلقتين من السكر، عليهم كوباية من المية المغلية. مش هنروح يم البوتاجاز خالص، ونقلب كويس. احنا هنا ال2 باكت او جيلي اللي انتوا شفتوهم دول هنضيف عليهم كوباية واحدة مغلية ونص كوباية باردة. بعد ما بندوب الجيلي والسكر في المية المغلية هنضيف نص كوباية بس من مية باردة. هنركن بقى الجيلي على جنب، والخطوة اللي بعد كده هنجيب 2 باكت كريم شانتيه. ممكن كريم شانتيه سايب عادي براحتك خالص، يعني بما يعادل كده حوالي كوباية من الكريم شانتيه او ال2 باكت اللي انتوا شفتوه ده. مية تكون متلجة. الكمية دي يا بنات اخدت مني كوباية الا ربع من المية المتلجة. ده كان القوام المظبوط، وزي ما انتوا شايفين المج ده كان مليان، اخد كوباية الا ربع. هنجيب بقى الجيلي بعد ما برد تماما، لازم يكون بارد تماما. ضربنا بقى الجيلي مع الكريم شانتيه، هنروح بقى نضيف الطبقة او الخليط ده كده على طبقات البسكوت، وهندخلها التلاجة لحين ما تتماسك. حبيت ان انا اعمل معاكم فكرتين، فعملت في الصينية البايركس كده، وجبت طاجن صغير فعملت برضو بنفس الطريقة اللي انا عملتها. حبيت ان انا اوريكم الفكرتين، او ان انتوا مش لازم في صينية، ممكن في اكواب، في طواجن، في اي حاجة. دي بقى الطبقة اللي هو الجيلي مع الكريم شانتيه، هنزل برضو على البسكوت كده او في الطاجن، وبرضه هدخله التلاجة واسيبه لحين ما يتماسك. لازم الطبقة دي يا بنات تتماسك كويس قوي عشان نعمل الطبقة التالتة. يعني احنا مش هنبدأ في الطبقة التالتة غير لما نلاقي الطبقة دي تماسكت تماما. بتاخد حوالي من ساعة لساعة ونص كده في التلاجة عشان تتماسك. هجيب تاني بقى 2 باكت بتاع ده اسمه ايه 2 باكت جيلي فراولة. هنا بقى نسبة المية هتختلف شوية. هناك كنا حاطين كوباية واحدة مغلية، لكن احنا هنا هنضيف 2 كوب مغليين. ضفنا برضو على ال2 باكت جيلي فراولة، ضفنا معلقتين من السكر، وهنضيف بقى هنا كوبايتين من المية المغلية.
يبقى اللي هناك كوبايه واحده مغليه، لكن هنا ضفنا 2 ميه مغليه. هناك ضفنا نص كوبايه ميه بارده، هنا هنضيف كوبايه ميه بارده. طب ليه احنا عكسنا كده يا بنات؟ هقولك. هناك كنا هنضيف الجيلي ده على الكريم شانتيه، فكان برضو فيه ايه، هيسيب قوام الجيلي او سماكه الجيلي هتسيب من الكريم شانتيه. لكن هنا يا بنات مش هنضيف كريم شانتيه ولا حاجه، يبقى الاتنين باكت جيلي ضفنا عليهم كوبايتين ميه مغليه وكوبايه ميه بارده، ونسيبه لحد ما الجيلي يبرد تماما. في الحالتين الجيلي لازم يبرد تماما يا بنات، هنا وهناك. بعد الطبقه اللي هي جيلي على كريم شانتيه تماسكت تماما، بدات ان انا اصب عليها طبقه الجيلي اللي احنا لسه عاملينها مع بعض، وبرضه هدخله التلاجة. بس هدخله بقى التلاجة اقل شيء حوالي من 4 ل6 ساعات. انا هنا كنت عاملاه المغرب، سيبته لتاني يوم الصبح. وده الطاجن برضو اللي انا عملته، وضفت عليه نفس يعني كميه كده يعني ايه مناسبه من الجيلي. لو اتبقى منك شويه يبقى جيلي عادي خالص، ضيفيه في اي كوبايه او اي كاس عندك. ودي كانت النتيجه يا بنات بعد ما باتت ليله في التلاجة. او ممكن لو انت عايزه مثلا تعمليها من الصبح سيبيها لاخر النهار. ده الطاجن 3 طبقات، عايزه اقولك 3 طبقات من السعاده. طبقة البسكوت مع الطبقة التانية اللي هي أصلا جيلي مع كريم شانتيه، والطبقة التالتة اللي هي جيلي ميكس تحفة. بنسيبه بقى في التلاجة يا بنات لحد ما يتماسك تماما، سواء كان عملتيه من بالليل وسبتيه للصبح، أو عملتيه من الصبح وسبتيه لآخر اليوم. بجيب بقى سكينه وببدا ان انا اقطعه كده كاننا بنقطع كيك، وبشيله كده بالمقصوصه او بالشياله اللي هي بتاعه الحلويات. وزي ما انتم شايفين كده يا بنات، احلى حلا ممكن تعمليه. اول مره بقى تعملي حلويات، اول مره اصلا تدخلي المطبخ، لسه بنوته كده وعايزه تعملي حاجه لماما تفاجئيها، لسه مخطوبه جديد وعايزه تعملي حاجه لخطيبك، او لسه عروسه جديده وعايزه تبهري جوزك، فالحلا ده يا بنات هو المناسب يعني في الوقت المناسب. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان هو اللي بيشجعني انزل لكم فيديوهات تانية جديدة، وكمان تشتركوا في القناة، ويا ريت تعملوا مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد وكمان انا استفيد. وما تنسوش تقولوا في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.